واتعمل الفرح ولبست الفستان، الناس كلها مشيت وفضلت هي وهو مع بعض، وبدأت تظهر المشاكل. في بنت من معارفي عندها 27 سنة، من وهي عندها 17 سنة وهي بتفكر في العرسان وفي الجواز. وده مش عشان هي عايزة ده عشان اختها وبنات خالتها اتجوزوا في السن ده. لما وصلت لسن ال26 سنة كانت بتسأل نفسها اشمعنى انا اللي ما اتجوزتش من سن 17 سنة زيهم؟ ليه اتأخرت قوي؟ مش هي بس اللي كانت شايفه انها اتاخرت في الجواز، لا، وزي ما قلت لكم ان بيئتها والمحيطين بيها كلهم كده، كلهم كانوا في اي عزومه او في اي تجمع كانوا بيبصوا لها بصات، هي ليه اتاخرت كده؟ ليه ما بيجيلهاش عرسان؟ ساعات كمان كانت بتسمع الكلام ده من ورا ظهرها او بيتقال عليها وبيوصل لها. كل ده كان مخلي نفسيتها سيئه. والاسوأ من كده كمان ان سمعه مامتها ما كانتش قد كده، وكان باباها فقير حبتين. كانت حاسه طول الوقت انها مصابه بكميه لعنات مأخره جوازها قد كده. كانت قاعده مستنيه لغايه ما بقى عندها 26 سنه اتقدم لها عريس. من وجهه نظرها اول ما اتقدم لها العريس ده حست ان هو ده البني ادم اللي هيغير حياتها، وكانها كانت مستنيه امنيه واتحققت لها. لكن العريس ده لما جه ما كانش العريس اللي كانت بتحلم بيه ولا فارس احلام، كان اكبر منها بحوالي 14 سنه. لكن هي وافقت لمجرد انها فرحت بفكره الجواز، بفكره انها خلاص هتبقى زيها زي اللي حواليها. العريس ده بقى كان غريب قوي، كان من وجهه نظري انا وبالنسبه لي ومن اللي شفته كان غامض جدا، كلامه قليل، معلومات عنه قليله جدا، وكان سنه كبير. وكان غريب قوي 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 ان هو وصل للوقت ده، مع ان كان كل امكانياته تسمح انه يتجوز وقاعد طول الوقت ده ما اتجوزش. الا انها وافقت بكل اريحيه، وافقت لمجرد فكره انها فرحانه انها هتفرش بيت جديد وهتلبس اللبس الجديد ويبقى عندها استقلاليه وتخلص بقى من شبح سمعه مامتها وفقر باباها. اللي كان محمسها اكتر للجوازه دي انها بعد انفصال باباها ومامتها كانت عايشه في بيت اختها اللي ما كانتش بتعملها احسن حاجه، يعني كانت عاملاها خدامه ليها ولولادها بس لراحتها هي وولادها. هي بتفكر بايه وبتحس بايه ما كانتش بتفكر ابدا فيها. دخلت الجوازه فرحانه جدا جدا، فرحت بالشقه اللي اتفرشت وفرحت بالفرح والفستان وفرحت بكل حاجه. لكن الصدمه كانت بعد الجواز. اولا العريس ده ما كانش بيعرف يقرا ويكتب، وكان في فرق سن كبير ما بين فرشت واتعمل الفرح ولبست الفستان، الناس كلها مشيت وفضلت هي وهو مع بعض، وبدات تظهر المشاكل. يا ريت نشترك في القناه عشان نعرف اللي حصل لها.